السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل تمام زي الفل. في موضوع النهاردة عايز اتكلم عنه جدا يعني، عشان موضوع بيتكرر، يعني مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة، لا، اكتر من 3 مرات يعني. جات لي رسالة او رسائل كتير اصلا، يعني معظمهم يعني اما من السعوديين، ولا عامة يعني من خليجيين يعني، بيسألوا عن اما آه رسالة، مسج يعني من الفون بتاع خدامهم يعني او خدامة اللي عندهم. هي كانت هنا قالت ايه ولا كذا كذا، وانا عايز اقترح او ممكن اقدم كمان موضوع. يعني انتوا ليه دايما عندكم مشاكل مع عمالنا؟ يعني انتوا عملتوا معاملة ايه مع خداميننا يعني؟ واحيانا ومعظم الوقت يعني الرسائل ديت هي مش باللغة الاندونيسية، هي بتيجي باللغة القبائل المختلفة. احنا عندنا قبائل كتيرة يعني، وهي تعتبر لغة لوحدها، مش لغة الناس تماما يعني. كأن في بعض الكلمات لها علاقة مع اللغة الاندونيسية، وفي كلمات او كمان اللغة نفسها يعني ملهاش علاقة مع اللغة الاندونيسية تماما. حتى انا كاندونيسي يعني، ابوي سومطراوي، امي جاوية، سومطراوي باداني، يعني ابوي باداني. ف ممكن اللهجة او ممكن اللغة هي تعتبر لغة لوحدها، يعني اللغة اللي انا ممكن افهم يعني اللغتين ديت بس، يعني من غير اللغة الإندونيسية اللي هي لغة قبيلة بادان، قبيلة أبابا، وقبيلة ماما جاوية، يعني قبيلة جاوا. فالاتنين دولت بس اللي أنا أفهمها كلغة محلية، يعني لغة قبيلة. ومن غير كده أنا مش أفهمها، حتى باعتبار ان انا اندونيسي مش بفهمها تماما يعني. ومعظم عمالنا اللي بيروحوا الخليج، اللي بيروحوا الاماكن ديت، اما السعوديه، دول مثلا الامارات والكويت والحاجات ديت، معظمهم خدامه يعني، او ممكن عمال بشكل عام هم من القرى. انتوا عارفين بقى الناس من القرى، ريف يعني، ناس من الريف يعني. ف بيكونوا عندهم اللغة الإنسية إما سيئة، عشان كده هم بيتكلموا أكتر باللغة المحلية اللي عندهم، لغة قبيلة اللي عندهم. ف يعني ودايما بعض المرات يعني أنا بفهم شويتين 3 من كلامهم. دايما هيبقى فيه شكوى ولا كذا، يعني انتوا عملتوا ايه مع عمالنا اصلا؟ يعني في ممكن اللي كتب يتعبوني الاهل كله، وما يعطونيش مثلا وقت الراحة ولا كذا. يعني انتوا عملتوا ايه مع عمالنا اصلا؟ يعني بص بقى، يعني في الاخر اعتبروهم اخواتكم يعني. حتى ليه خدامة، اوكي خدامة، بعدين بقى ما ينسانا يعني، اعتبرها زي امك. معظمه اصلا خدامة اللي عمرها مثلا يعني وصلت لكم يعني، يعني كان شكلها مثلا زي يعني اعتبرها زي امك فعلا. يعني انا انتوا ليه؟ انتوا عملتوا ايه مع عمالنا اصلا؟ انتوا عملتوا ايه مع خدامينا؟ وكمان موضوع بيتكرر، قصص يعني احنا سمعنا كتير كاندونيسيين يعني، يعني حكم الاعدام على عمالنا هناك، يعني على امهاتنا. احنا نعتبر امهاتنا ولا اخواتنا فعلا، يعني ما يعني بنت دي اصلا اخت من حد، هي بنت من حد يعني. انتوا عملتوا ايه مع عمالنا؟ يعني بيشتكوا دايما، اما ما يعطونيش وقت الراحة، ما كذا، يتعبوني كتير، ولا ما بيفهمونيش يعني. طب انا هديلكوا بقى، يعني هديلكوا اسهل حل
لو عايز تتكلم معاهم يعني في الاول، لو انت مش فاهم اندونيسي او هم فاهمين اندونيسي ماشي يعني، اعمل ترجمة عربي لانجليزي، عشان ترجمة العربي الانجليزي انسب واظبط يعني ايه اصح يعني بالنسبة لي. بعدين اعمل ترجمة الانجليزي ديت من جوجل يعني، من انجليزي لاندونيسي، الترجمة هتكون انسب واصح. وكده تقدم لها، او ممكن تقدم مثلا او خدم او خدامة يعني، السؤال ده يعني انت تقصد كده ولا يعني ولا في قصد تاني، ولا انت تقصد حاجة تانية، عشان ما يبقاش في سوء تفاهم يعني. انا ما اعرفش اللي حصل، ممكن في سوء تفاهم عشان هم ممكن بيتكلموش عربي كمان، او ممكن يعني ممكن سوء تفاهم من قبلكم انتم يعني انتوا، ولا من قبلنا احنا. فاحنا نحاول قدر الامكان ان احنا على ما اظن يعني كان من وزارتنا كمان بنجهز تدريب اللغة العربية ليهم يعني. ممكن من قبلكم كمان شوية يعني، رجاء تعلموا لغتنا عشان توصل احسن يعني، وعشان ما تبقاش في مشاكل يعني. رجاء يعني انا عايز اعرف يعني ايه اللي حصل معاكم، ايه انتوا عملتوا معاملة مع اخواتنا امهاتنا باي معاملة اصلا يعني، عشان بيشتكوا دايما يعني. انا شفت كتير، وانا ده موضوع حزني كابن البلد يعني. فانا ما عنديش مشكلة مع السعوديين، وعامة السعوديين من احسن ناس يعني، بس في ناس مش متربين صح يعني ضربوهم، عملوا ما اعرفش يعني يتعبوهم كذا يعني، في كتير مشاكل. يعتبرون في الاخر اما امهاتكم اخواتكم يعني. انت ترضى لو امك يعني، ما هم في الاخر يعني بنت دي اخت من حد ولا ام من حد يعني، كبيرة في السن، واحنا ناس يعني في الاخر يعني، انسان يعني. فاحبس، بطل، وقف المعاملة سيئة تجاه، خاصة ممكن مع اسيويين عامة يعني. انا ما اعرفش ده حقيقي ولا مش حقيقي، عشان انا ما رحتش السعودية يعني، بس اللي انا سمعت من عمان يعني في سوء التعامل. لو ده مش صح يعني، وده مش صح، تجاهلوا الموضوع تماما يعني، اعتبروها كأنها ولا حاجة. لو ده موضوع صحيح وانتوا شفتوا ده حصل بعض المرات مع يعني بعض السعوديين، او ممكن بعض الخليجة اللي مش متربين صح يعني، ضربوا اولادنا، ضربوا امهاتنا كده يعني، رجاء احبسوا، وقفوا، بطلوا. عشان ده ما اعرفش يعني، ده فعل ده مش يناسب ان قيم الانسانية عامة، وكمان الاسلامية صح. واحنا اخوان في الاخر يعني، امهاتنا واخواننا اخواتنا كمان يا رب كده وبس. ما معلش انا رفعت صوتي شوية يعني، عشان الموضوع دايما بيستفزني كاندونيسي يعني، وكده وبس يعني. لو عايزين تعلموا اللغة الإندونيسية كمان، هفتح يعني دفعة تانية مع الشهر اللي جاي إن شاء الله. والإندونيسيين buat teman-teman Indonesia yang ingin belajar bahasa Arab, saya bisa dua dialek bahasa dialek Mesir dan dialek Maroko. silahkan di DM aja untuk info lebih lanjut. دمتم في أمان الله ورعايته، وتشتركوا وسبسكرايب في الساعتين، اكتبوا له في الكومنتس. كده وبس يعني، ربنا يصلح حالنا كلنا يا رب، اللهم امين يا رب ان شاء الله.